عمرك سألت نفسك إزاي الكاشنج فعلًا بيشتغل، مش مجرد تعريف بس في أي مكان؟ تعالَ أقول لك إزاي بكل بساطة. تخيل معايا كده إنك بتشرب فنجان قهوة، لو كل شوية عايز تشرب شوية صغيرين بتروح لغاية المطبخ علشان تاخد الشوية اللي هتشربهم وترجع تاني على مكتبك تكمل شغل، فأنت كده بتضيّع وقت ومجهود. لكن لو جبت الكوباية جنبك على المكتب إيه اللي هيحصل؟ هتبقى كل ما تحتاج تشرب شوية هتاخد شوية من الكوباية اللي جنبك. دي بالضبط فكرة الكاشنج، إن أنا باخزن مجموعة من البيانات قريبة من المستخدم، بحيث إن كل ما يحتاجها يلاقيها قريبة منه، ما يحتاجش يروح المشوار بتاع السيرفر رايح جاي ويبذل وقت ومجهود. وفي مزايا تانية كتير للكاشنج غير السرعة والمجهود، تقدر تشوفهم من خلال الفيديو اللي اتكلمنا فيه عن مزايا الكاشنج غير السرعة قبل كده. في كذا نوع من الكاشنج في الويب نقدر نختصرهم في 3 أنواع، وهم أول واحد فيهم البراوزر كاشنج، ودي فيها المتصفح بيخزن مجموعة من الملفات بتاعة الجافا سكريبت والسي اس اس وأحيانا صور، علشان لما تيجي تفتح الموقع مرة تانية يحمل معاك أسرع وما تحتاجش تروح للسيرفر. تاني نوع هو السيرفر سايد كاشنج، وفي النوع ده السيرفر بيخزن مجموعة من البيانات بتبقى موجودة جاهزة عنده، في الأغلب بتبقى مشتركة من مستخدمين كتير، علشان لما ييجي له ريكويست من أي مستخدم يقدر يطلع له النتيجة الجاهزة على طول وما يحتاجش يعالجها تاني من الأول. طبعًا ده بيوفر كل حاجة زي ما اتكلمنا قبل كده. تالت نوع بقى هو الin memory caching، هنا السيرفر بيخزن البيانات بس على الميموري بتاعته، بحيث يقدر يعالجها أسهل وأسرع من إن هو يروح للdatabase server الحقيقية أو الأصلية علشان ياخد منها البيانات اللي اليوزر محتاجها. ممكن نبقى نتكلم أكتر عن كل نوع من دولت بالتفصيل لو حابين قريب. خليك عارف إن في فرق كبير ما بين حد فاهم الكاشنج وفاهم بيستخدمه إزاي، وحد عارف يطبقه وخلاص. كل ما تفهم إمتى وفين تستخدمه هتلاقي حلول أسرع وأذكى وأكتر احترافية. لو الفيديو وضح لك شوية يا ريت تشاركه مع حد بيحب يفهم مش ينفذ وخلاص. شكرًا.